يا مساء الجمال، يا مساء الحلويات. بصوا يا بنات، البسبوسة وجمالها حلوة جدا ولونها في منتهى الجمال. البنات طلبوها مني، البنات الجداد طلبوها مني، رغم ان انا عاملاها مرة واتنين وتلاتة، لدرجة ان انا عملتها في لايف قدامكم. والطريقة دي انا بعملها بقالي كام بتاع سنتين تلاتة. كنت الاول احط زبادي وبتاع واجيب الاكياس، لا دي طريقة تانية خالص، وطريقة جميلة وهتعجبكم وناجحة وفي منتهى الجمال. مش مشكلة اعملها مرة واتنين وعشرة علشان خاطر عيونكم. بصوا الجمال، شايفين لونها؟ هتقولوا لي طيب هي غمقت منك يا ايمان. معلش، في تريك انا عملتها، مش ما انصحكوش ان انتوا تعملوها، يعني خدوا بالكم ما تبقوش تعملوها. بصوا بقى ناعمة ومرملة وجميلة ازاي. يلا بقى نشوف المكونات بتاعتنا. من ابسط ما يكون: نص كيلو سميد بسبوسة، كوباية الا ربع لبن، كوباية الا ربع سمن، كوباية الا ربع سكر. شايفين في اسهل من كده؟ شوية بندق، معلقة صغيرة بيكنج باودر، فانيليا، عصرة ليمون. مفيش ابسط من كده ولا اسهل من كده. نجيب السوائل بتاعتنا بقى، نحطها كده في الطاسة زي ما انتوا شايفين، وندفيها. يا دوب ندفيها على النار، اوعي تسخن مني، يا دوب ندفيها. تعالوا نقول الدعاء بتاعنا بقى. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله، بسم الله ما شاء الله ما بنا من نعمه فمن عند الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب دمها علينا نعمه واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا واخره، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الاذيه، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. ايه ده؟ في مقطع اتحذف. المقطع اللي اتحذف ان تحطي معلقتين عسل نحل، ما عندكيش حطي عسل جلوكوز، ما عندكيش حطي سيرب بتاع الشربات بتاع كناف، ما عندكيش مش مشكله، مش هتضطربق الدنيا، بس كده وخلاص. هتجيبي السميد بتاعك وتحطي البيكنج باودر وذره الملح وتقلبيهم على بعض، وانزلي بقى بالسوائل بتاعتك اللي انت دفتيهم. اتبعي الخطوات مظبوطة، هتطلع معاكي في منتهى الجمال. اوعي الخليط ده يسخن منك، يا دوب دافي، تحطي صباعك كده تبقي مستحملة السخونية بتاعته. تمام كده؟ قوليلي تمام كده. يلا يا ستي دوسي لايك، مستنية ايه؟ صلي على النبي كده ودوسي لي احلى لايك. وشيريه، لانك لازم تحفظيه عندك، لو جالك ضيف ولا بتاع صاحبتك قريبتك هتعمليها مفيش في نص ساعة. اديني قلبتها اهو، ما بتحتاجش تقليب كتير على فكره، يا دوب بالمعلقه الخشب او الاسباتيولا خلاص. وهتجيبي الصينيه وتنزلي عليها بمعلقتين طحينه. معلقتين الطحينه دي صراحه التركه دي قايل لي عليها وجوزي من زمان، لانه كان مدير اغذيه ومشروبات، وقال لي الشيف بشوفه بيعمل كده. اقول له طحينه على بسبوسه؟ يقول لي بس جربي، ده بيطلع اللون بتاع لونها بتبقى جميل. اقول له مش معقول. المهم لحد ما رحت سمعت كلامه في مره عملتها، لقيتها ولا مأثره على الريحه ولا الطعم، وفعلا خلت يعني قعر البسبوسه لونه في منتهى الجمال. بس صبيت الخليط بتاعي وبليت ايدي ميه وسويتها كده وتحسست بايديا، علشان ولا حته تطلع عاليه ولا حته تطلع واطيه، وتروحي خبطها خبطتين تطلعي منها الهواء، وروحي حاطه البندق على الوش. ايه بقى التريكه اللي ما نصحكيش ان انت تعمليه؟ انا نسيت تماما احط جواها جوز هند خالص، اتمسح من دماغي. قلت يا بت طب هاتي الجوز الهند ورشرشيه على الوش، فلما استوت يعني غمقت شويه. المهم الشربات بقى، رحت جايبه معلقتين سكر وكرملتهم. انتوا عارفين ان انا الشربات لازم اكرمل له سكر، بيديله ريحه ولون في منتهى الجمال. ونزلت نزلت عليهم بكوبايتين ميه وكوبايتين سكر، واول ما غليوا رحت نازله باكل فانيليا وعصره الليمون. تمام كده؟ قوليلي تمام كده. يلا نكمل دعائنا. يا رب احفظ اولادنا واحفظ ازواجنا، وافتحها في وشهم وارزقهم يا رب العالمين، وافتحها في وش ولادنا، ونجح مقاصدهم وكرمهم واصلح حالهم، وقف لهم ولاد الحلال، وابعد عن طريقهم ولاد الحرام، واجعل لهم في كل خطوه سلامه، واكتب لهم في الطيب نصيب يا رب العالمين، اللهم امين. بصي اول ما غليت نزلت اهو بالفانيليا وعصره الليمون، 5 دقايق بالظبط وخلاص، واطفي عليه. اوعي يتقل منك الشربات بتاع البسبوسه، لو تقل منك هتطلع البسبوسه ناشفه، لازم يبقى خفيف خالص. بصي اللون جميل ازاي. خلاص طفيت. والبسبوسه كنت حطاها على الرف الاوسط على درجه حراره 200. اول ما الحروف اصفرت كده خلاص رحت طافيه الفرن، ولعت الشوايه وخليت الباب موارب، يا دوب دقيقتين 3، وكل شويه بص لحد ما طلعت بقى باللون الجميل ده، ورحت نازله بالشربات وهو سخن. الشربات كان بيغلي، ده سخن وده سخن. 5 دقايق وانا مغطيه الصينيه، خلاص شربت الشربات وبقت زي الفل.
بس كده يا ستي، شايفة الجمال بقى؟ بصي الحلاوة. حطيتي لي لايك ولا لسه؟ اوعي تنسي. انا بفكرك او انا بقول لك اهو، علشان الفيديوهات بتاعتي تظهر لك دايما، وما تقوليش ما بتظهريش ليه وانتي فين وحشاني. بصي بقى جمال والطريان، اديني بقطع لك خرط اهو عشان تشوفيها من النص. معلش هو الوش ممكن يكون غمق سنه، بس هو التصوير عموما مغمقها اكتر من، يعني هي ما كانتش غامقه قوي كده. بصي قلبها، بصي لونها جميل، والقعر لونه في منتهى الجمال، وحلوه جدا جدا. بصي بقى الحلاوه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هايله هايله هايله. الطريقه دي انا بعملها بقالي كذا سنه، وبتطلع في منتهى الجمال بقى، ولا زبادي بقى ولا اجيب لك اكياس ولا حاجه. النص كيلو سميد بيبقى مبروك وحلو، بيديني كميه حلوه قوي قوي قوي، في منتهى الجمال. شايفين اللمعه؟ بصوا التحميصه بتاعت الوش دي والقرمشه، يا لهوي على الجمال، يا لهوي على الطعامه. يلا جربيها بقى عشان تدعيلي. يلا حبيبه قلبي، اقول لك ايه، فوتك بعافيه؟ لا، بألف عافيه.